أحياناً العجين ينشف ويكسى بدون سبب واضح، والحقيقة أن أغلب المشاكل تبدأ من الرطوبة. الدقيق يحب يشرب كل السوائل، فلو كانت الكمية أقل من اللي يحتاجه، العجينة تسحب كل شيء وتبقى يابسة ومتعبة في العجن، وما ترتاح كويس في التخمير. وبرضو ترك العجينة مكشوفة ولو دقيقة واحدة يكفي يخلي السطح ينشف ويتكون عليه طبقة قاسية. هالطبقة تمنع التخمير الصح، وما تخلي العجينة تنتفخ براحة وتسبب تشققات وتفتت. ولما نضيف دقيق زيادة أثناء العجن، مجرد رشات بسيطة، نكون فعلياً نغير توازن الرطوبة. كل رشة دقيق تمتص سوائل أكثر وتخلي العجينة تنشف وتفقد ليونتها بسرعة. ولا ننسى تأثير الجو، الهواء الجاف، المكيف، حتى الشفاط، كلها تسحب الرطوبة من سطح العجينة بدون ما ننتبه. والحرارة العالية تسرع التخمير أكثر من اللازم، تنتفخ بسرعة. وحتى نوع الدقيق يلعب دور كبير. بعض الأنواع زي دقيق الخبز تشرب سوائل أكثر لأنها بروتينها عالي، فلو ما أخذت كمية كافية تجف أسرع وتتعبك بالعجن. وبعض الأنواع الثانية ما تتحمل الجفاف أبداً وتيبس على طول لو انكشفت. لما نهتم بالسوائل، التغطية والعجن المتوازن، العجينة كيان حي، تتنفس، تشرب وتتفاعل مع كل اللي حولها. لما توفرين لها رطوبة كافية، تغطية صح، توازن سوائل، وعجن هادئ، تطلع لك عجينة مرنة ناعمة وطبيعية. وإذا تبغون خمير تواصلوا معنا على الخاص.